والله ثم والله ثم والله أنا ربنا ما وفقني وهداني للسبيل اللي أنا أعمل فيه مشروع ينجح ويقف على رجله ويبدأ يستمر، ويبدأ فيه ناس تعتمد عليه، ويبدأ فيه موظفين تبقى موجودة، ويبقى فيه مرتبات بتدفع شهريا، ويبقى فيه الحمد لله أرباح بتبدأ تدخل، إلا لما بدأت بالنقطة دي، نقطة الرضا، اللي هو عملت ستوب مع نفسي وبطلت بقى التوهان اللي أنا كنت فيه والجري اللي أنا كنت باجريه في أكتر من اتجاه عشان أنا عايز أعمل فلوس كتير، والحتة دي مش نافعة ما بتعملش فلوس، والحتة دي مش نافعة ما بتعملش فلوس، والحتة دي مش نافعة ما بتعملش فلوس، وعمال أجري هنا وأجري هنا وأجري هنا. رحت سايب ده كله. أنت ربنا جايب لي إيه؟ ربنا جاب لي الشغلانة دي، شكرا، كتر خيرك، أنا راضي بيها. أقسم بالله العظيم أنا اشتغلت في أمازون، كنت بشتغل كول سنتر. في فترة أنا كنت مش لاقي شغل، الدنيا اتدربكت والشركة اللي أنا كنت فيها باظت، والشغل اللي أنا كنت فيه ضاع، قعدت تقريبا سنة مش لاقي شغل. آخر لما غلبت رحت قدمت في أمازون عشان أشتغل كول سنتر وأنا عندي 36 سنة، ومعظم الناس اللي كانت بتشتغل في أمازون ساعتها كانوا أكبر واحد فيهم كان عنده 26 سنة. يعني أنا كنت أكبر من الناس الموجودة كلهم ب10 سنين. كنت مروح في مرة بالليل في الساعة 3 الفجر من هناك، في عز البرد، وأنا كنت بركب موتوسيكل وفي عز التلج والدنيا بتمطر، وكنت متكتك وبقول يا رب والله من جوايا، يا رب الحمد لله أنا مبسوط، كتر خيرك إن أنت رزقتني بالشغلانة دي، كتر خيرك يا رب إن أنت أكرمتني بالشغلانة دي، الحمد لله إن أنت خلتني مش ما بتحوجش لحد. والله ما كملت أسبوعين إلا لما ربنا رزقني بشغلانة مدير في مكتب فني في شركة باك أوفيس سعودي، ومرتب قد المرتب اللي أنا كنت هاخده في أمازون 6 7 مرات.